في التاريخ هناك شخصيات لا يختلف أحد على تأثيرها، وأنا نابليون بونابرت بلا شك واحدة منها. قائد عسكري، عبقري استراتيجي، وإمبراطور صنع المجد وشهد السقوط. دعوني أحكي لكم قصتي. القصة التي لا تزال تثير الدهشة والإعجاب على مر العصور. ولدت عام 1769 في جزيرة كورسيكا لعائلة متواضعة، لكنني لم أكن طفلا عاديا. منذ صغري كنت أظهر ذكاء حادا وشغفا بالعلوم العسكرية. التحقت بالأكاديمية العسكرية في فرنسا، وهناك بدأت أتعلم فنون الحرب. كنت أعلم أن مستقبلي لن يكون عاديا، وأنني سأترك بصمة في هذا العالم. كانت الثورة الفرنسية فرصتي الذهبية. وسط الفوضى والاضطرابات، رأيت طريقا واضحا نحو المجد. بفضل عبقريتي العسكرية، قدت الجيوش الفرنسية إلى انتصارات مذهلة في إيطاليا ومصر. لم أكن مجرد قائد، كنت رمزا للأمل والقوة. وفي عام 1799 قمت بانقلاب جعلني الحاكم الفعلي لفرنسا. كنت أعلم أن الزمن ملكي، وأنه يجب أن أخطو نحو القمة. في عام 1804 ارتديت تاج الإمبراطورية بيدي، لأنني أؤمن أن العظمة تصنع ولا تمنح. خضت حروبا كثيرة، وحققت انتصارات عظيمة ضد القوى الأوروبية. أصبحت سيد أوروبا تقريبا. إمبراطوريتي امتدت من فرنسا إلى روسيا، وكانت أحلامي أكبر من حدود القارة. لكني كنت أعلم في أعماقي أن كل صعود يقابله تحد أعظم. في عام 1812 جاءت المحنة الكبرى. قررت غزو روسيا، لكن الشتاء الروسي كان عدوي الذي لم أتوقع. خسرنا الكثير، ولم يكن العالم لينتظر. القوى الأوروبية تحالفت ضدي، وفي معركة واترلو عام 1815 واجهت الهزيمة التي حسمت مصيري. نفيت إلى جزيرة سانت هيلينا، حيث جلست هناك أفكر في حروبي وانتصاراتي وأخطائي. بقيت هناك حتى لحظاتي الأخيرة عام 1821. أنا نابليون بونابرت، الرجل الذي أذهل العالم بانتصاراته. أعلمتكم أن الطموح بلا حدود سلاح ذو حدين. إرثي لا يزال حيا، في القوانين التي وضعتها، والسياسات التي أطلقتها، وحتى في الأدب الذي خلدت فيه سيرتي. والآن أترك السؤال لكم: هل كنت عبقريا مغامرا أم طاغية مغرورا؟ أجيب أنتم، فالتاريخ مكتوب بأقلامكم.